هو انا هستخدم الكلام ده في ايه؟ هو التعليم معمول اصلا علشان احفظ وخلاص وادش في معلومات، ولا علشان افهم واعيش بيه في حياتي؟ اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. في الاول ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا ندخل في موضوع حلقتنا النهاردة على طول. جون ديوي اتولد سنة 1859 في ولاية فيرمونت في امريكا. كان مش بس فيلسوف، لكنه كمان مربي ومفكر اجتماعي ومصلح سياسي. ده غير انه يعد من احد مؤسسي الفلسفة البرجماتية في امريكا. واحد من رواد حركة التعليم التقدمي. هو شاف ان التعليم مش مجرد نقل معلومات ولا تحفيظ نظريات، ولكنه اداة حقيقية لبناء الانسان والمجتمع. يعني لو علمنا الاطفال بنفس الطريقة اللي احنا اتعلمنا بيها امبارح، احنا كده بنسرق منهم بكرة. التعليم عمره ما كان معزول عن الحياة. ديوي كان عنده رؤية ثورية إن المدرسة مش منفصلة عن المجتمع، ولا التعليم ده حاجة بعيدة عن الواقع. كان بيقول التعليم مش تحضير للحياة، التعليم هو الحياة نفسها. يعني الفصل لازم يكون مكان للعيش، للتجربة، للتفاعل، مش سجن لحفظ المعلومة. الطالب يتعلم من خلاله الممارسة، من خلال إنه يشتبك مع الواقع. في منهجه الطالب مش متلقي، لكنه شريك فعال في عملية التعلم. الفلسفة التربوية دي عند جون ديوي بتقوم على كذا مبدأ. أولهم وأهمهم هو مبدأ التعلم بالتجربة. الطالب لازم يجرب ويغلط ويعيد المحاولة، مش بس يسمع أو يحفظ. الإنسان بيتعلم من خلال ما يفعله، مش من خلال ما يقال له فقط. فالمدرس عند جون ديوي دوره مش انه يملأ دماغ الطالب وخلاص، لكنه يخلق بيئة تسمح له يكتشف ويفكر وكمان يبدع. جون ديوي كمان كان رافض جدا فكرة ان دماغ الطالب تبقى مجرد صندوق نحط فيه معلومات. هو شايف ان وظيفة العقل هي التفكير، التحليل، التجربة، مش التخزين خالص. عشان كده كان ضد فكرة الامتحانات اللي بتعتمد بشكل كبير على الحفظ. العقل بالنسبة له لا يستخدم. يعني العقل اللي احنا مش بنستخدمه بيصاب بالصدأ. فبيقول ان في مدارس كتير الطالب بيبقى فيها مجرد مستقبل للمعلومة، لكن جون ديوي بيقول لازم نخلي الطالب هو اللي يسأل، مش بس يجاوب على السؤال. عند جون ديوي التربية الأخلاقية هي مش كلام نظري وخلاص. واحدة يمكن من الحاجات اللي ديوي ركز عليها هي التربية الأخلاقية، بس هو ما كانش شايفها وعظ ولا دروس محفوظة. الأخلاق عنده بتبدأ من الفصل، لما الطالب يشارك، لما يتعلم يحترم غيره، لما يبقى ليه دور وصوت وتأثير. الطفل اللي بيتربى في جو ديمقراطي بيتعلم الأخلاق بدون ما يحس. المدرسة عند جون ديوي كمان بتساوي مجتمع مصغر. المدرسة في نظره مش مكان للتعليم الأكاديمي بس، لكنها تجربة حياتية كاملة. لازم الطالب يحس إنه جزء من مجتمع بيتعاون، بيتفاعل، بيتحمل مسؤولية. المدرس مش شرط يكون المتحكم، بل هو موجه، هو قائد، لكنه ديمقراطي. لا ديمقراطية بدون تربية ديمقراطية. ده كلام جون ديوي. لما نيجي بقى ننقد الكلام ده ونشوف في الواقع اللي احنا عايشين فيه، رغم جمال افكار جون ديوي لكنه في تحديات كتير بتقابله. من اهمها، هل كل البيئات قادرة تطبق افكاره دي؟ هل المدرسين عندهم الامكانيات دي؟ هل الانظمة التعليمية اللي احنا عايشين فيها بتسمح بده؟ بس حتى لو صعب، وجود نموذج زيه مهم جدا، لانه بيخلينا نسأل ليه التعليم منفصل عن حياتنا. يمكن يا جماعة جون ديوي ساب لنا درس مهم جدا، هو ان التعليم مش معلومة، لكنه تجربة، مش تلقين لكنه مشاركة. المجتمع اللي عايز يتقدم بجد لازم يبدأ بتعليم ايدين الطفل. لازم يديله فرصة انه يعيش، مش بس يسمع وخلاص. فلو عاوزين بكرة يكون أحسن، لازم نرجع ونسأل تاني سؤال مهم جدا: هل التعليم اللي بناخده بيساعدنا نعيش ولا بس ننجح؟ مستني طبعا رأيكم تحت في الكومنتات في الإجابة على سؤال مهم، وأنا بشوفه سؤال الحلقة النهاردة. في النهاية دي كانت كل حاجة أنا حبيت إن أنا النهاردة أقدمها على جون ديوي وعلاقته بالتعليم. وطبعا دي مش كل حاجة توفي الراجل ده حقه، دي حلقة بسيطة جدا بعرض فيها أفكار في التعليم. في النهاية لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. سلام.